السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. تعالوا بقى النهاردة كده هنعمل مع بعض الغدا بتاع النهاردة. هتعملي ايه بقى يا ام ندى؟ هنعمل رز معمر وبسلة باللحمة. ايوه، بسلة باللحمة. العظمة اللي قدامكم دي بسلة باللحمة ورز معمر. تعالوا بقى قبل ما نشوف العظمة اللي قدامنا دي اتعملت ازاي، الأول زي ما احنا ما متعودين نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفضلا وليس أمرا، اللي لسه داخل وشايف قناتي المتواضعة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من مطبخ الست المصرية. بحبكم في الله كتير قوي، ويلا ندخل نشوف العظمة بتاعتنا دي اتعملت ازاي. الاول كده بقى تعالوا هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نسلق اللحمه. هتسلقيها ازاي يا ام ندى؟ اقول لكم ازاي يا حبايب قلبي. جبت قطعه زبده زي ما انتم شايفين كده وسيحتها، ما سيحتهاش خالص عشان لو سيحتها خالص يعني هتسود مني. وبعد كده رحت جايبه اللحمه دي كبيره، فعشان كده لازم قبل ما احطها في البسله لازم اديها يعني تاخد نص سلقه كده، يعني ما تستويش على الاخر. وهديها صدمه زي ما انتم شايفين كده، وهفرغ يعني ايه، مش هحطهم فوق بعض، لازم ايه هديها مساحه كده بحيث انها ايه اقدر اقلبها يعني. تمام كده يا حبايبي، وهقلبها زي ما انتم شايفين كده. اللحمه دي على فكره لحمه راس، وولادي ما بياكلوش لحمه الراس، بس جوزي جابها. طب انا اعمل ايه؟ ما انتوا ولادي ما بياكلوهاش. فرحت عاملاها بالطريقه دي وحطيتها في البسله. بس عايزه اقول لكم حبوها جدا جدا جدا. تابع معايا الطريقه من الاول للاخر واعمليها لاولادك، ولو اولادك ما بيحبوهاش زي اولادي كده هتخليهم كده يعشقوها عشق. الاول كده لما انا جبت قطعه الزبده ورحت حطاها، وابتديت بقى اقلب بالراحه كده بحيث ان اللحمه تاخد صدمه. لازم تسمعي كده طشه كده وانتي بتنزلي اللحمه. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده بفضل احس ان خلاص خدت لون من تحت ومن فوق، هفضل اقلب فيها لغايه ما احس انها تاخد لون. لما تاخد لون كده يبقى انا كده بسد مسامها من فوق ومن تحت، بحيث ان انا لما باجي احط الميه المغليه عليها بس بايه بقى بتبقى ايه، يعني بتبقى من جوه جوسي كده وبتبقى كمان بتستوي بسرعه. تمام كده يا حبايبي. انا حسيت خلاص انها خلاص خدت صدمه من فوق ومن تحت. حطيت ورق لورا وحطيت حبهان زي ما انتم شايفين ومعلقه سكر. معلقه السكر دي بتساعد انها بتستوي اكتر، يعني بتستوي بسرعه وبتديها ريق برضو، بتعلي من تستها، بتخلي الشوربه كده طعمها حلو. خلي بالكم يعني. وحطيت الميه وهسيبها تستلق على جنب بقى. طبعا دي صلصه. دي انا كنت مفرزاها، كنت عامله محشي، وانا هنزل لكم الفيديو بتاع المحشي. وكنت مبقيه شويه صلصه منهم كده ومحطوطه بقى فيها كل التوابل بتاعتها، كمون وفلفل اسمر وكزبره، حبه كزبره صغننه، التوابل بتاعتنا بس من غير توم. وطبعا برضو البسله دي انا كنت مفرزاها وحطاها في الفريزر زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الصلصه تحس انها لازم مش هحط البسله على الصلصه وهي ساقعه، لا هخلي الصلصه سخنه خالص واروح حاطه البسله عليها على طول دايركت، على طول بسرعه كده، عشان انا لو حطيتها كده هتعمل قشر. لا انا هسيبها كده لما تكون سخنه خالص واروح حاطاها عليها. وجبت اهو زي ما انتم شايفين بقى. طبعا الصلصه بتاعت المحشي ما بيبقاش فيها توم، او في ناس بتحط توم بس انا ما بحطش توم بصراحه. فجبت توم ورحت حطاه وقطعت بطاطسايه حلوه كده ورحت حطاها زي ما انتم شايفين. تمام كده. وخليتهم ياخدوا مع بعض كده قيمه غلوه قبل ما احط اللحمه. وتعالوا بقى نعمل الرز المعمر بتاعنا. تمام كده. يلا انت كده لسه ما حطيتيش اللايك الحلو بتاعك، وانا شايفاكي انت وهي يعني زي ما انا اديتكم معلومه حلوه كده، لو معلومه صغيره حطي اللايك بتاعك عشان بيساعد في انتشار الفيديو. جبت اللبن زي ما انتم شايفين كده وحطيته وغليته. انا طبعا كنت جايبه كيلو لبن. تمام. انا هعمل 2 برام. الكيلو لبن ده زودته ميه كمان لان انا هحتاج ميه كتير عليه، فانا زودته ميه وقطعه زبده وحطيت فلفل اسمر وملح. ملحته الملح اللي هو المناسب ليكي،
تمام. اللي انت عايزاه بقى، يعني انا ما ملحتوش قوي، يعني ما بحبش حاجه حادقه قوي، يعني انت على حسب ما انت عايزه. وجبت البرامات زي ما انتم شايفين اهو، جبت قطعه زبده في كل برام، وهفضل امسح البرامات زي ما انتم شايفين كده من القاع ومن الجناب. لازم 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 يا بنات يا حلوين، لازم من القاع ومن الجناب. واحدة أمورة كده تقول لي طب ليه انت حطيتي زبدة في اللبن؟ طب انت ليه حطيتي في القاع في الجناب؟ لاني لو انا حطيت في القاع وفي الجناب، لما اجي احط الرز بتاعي باللبن بتاعي مش هيفور مني في الفرن خالص، مش هيفور. انما لو ما عملتش الحركه دي هيفور مني في الفرن ويبهدل الفرن ويعمل ريحه حريق وحاجات كده، يعني مش كويس. تمام كده. جبت الرز بتاعي، طب انا هحط مقدار الرز قد ايه؟ بص انا حطيت المقدار اهو، وانا بوريكم ان انا لازم، بصوا عقل الصباع دون، شوف الصباع، حط صباعك كده، لازم يكون الفاضي كله صباعك كده، الفاضي يكون صباع. هتحطي الرز وتحطي صباعك الفاضي دون بصباعك كده، تقيسي صباعك كده، يبقى ايه من فوقيه، من فوق الرز يكون فاضي. ليه؟ علشان الرز بعد كده بالذات في الفرن طبعا بيستوي على نار هاديه، فايه اللي بيحصل؟ بيتمدد كده بايه وبيزيد قوي، بيزيد قوي عارفه انت، شوفي اللي هو ملو الصباع ده هيزيد كل ده فوق. تمام كده يا حبايب قلبي. جبت اللبن بتاعي بعد ما غلي اهون بقى، ورحت هزود الفاضي ده كله كده، هزوده كله لبن، مش لغايه احنا في الرز العادي لغايه بس من ايه لغايه الوش بس كده، او لغايه ما يغطيه بس، لا، ده هزوده كله، الفاضي ده كله هزوده، هسيب بس عقل الصباع من فوق، بس عقله التاني الرز لا، انا بسيب الصباع كله كده. تمام كده، ركزوا معايا، انا لما بحط الرز بسيب صباع الصباع كله، تمام. انما لما بحط اللبن بسيب زي عقله بس كده، ايه؟ علشان اللبن لو انا حطيته للاخر برضو مهما حطيت زبده ولا اي حاجه برضو هيفور مني. تمام كده. وادي ايه، ادي البرام التاني زي ما انتم شايفين اهون. ممكن في ناس بتحط في البرامات لحمه او فراخ، اللي انت عايزاه حطيه فيه بيبقى حلو جميل قوي. بتروحي حاطه طبقه رز بسيطه قوي، وتروحي حاطه اللحمه بتاعتك، وتروحي حاطه مغطياه برضو تاني. وبرضو انا حطيت اهون قطعه زبده هنا وقطعه زبده هنا برضك، ايه، وهنحطه في الفرن بقى. تعالوا نشوف بقى ايه البسله بتاعتنا، وسقطنا فيها اللحمه اهون زي ما انتم شايفين كده، وابتدت بقى ايه، هسيبها ايه تاخد ايه مع نفسها، تاخد وتدي بشكل ودي. وعلى ما هي بتاخد وتدي بشكل ودي، نشوف بقى العظمه اللي قدامنا دي، لا لا لا، حاجه تانية خالص بقى في الفرن. وشوف بترتفع ازاي، والحركه اللي احنا عملناها ان احنا حطينا زبده ما خلوش فرن. وتعالوا نشوف اللحمه بقى. بصوا اللحمه، عايزه اقول لكم استوت جدا جدا، وبقت عارفه كريمه كده، كريمه يعني مستويه، بالرغم انها لحمه الراس على فكره يا بنات بتبقى كبيره، وبتاخد سوا جامد قوي، بس هي ما خدتش سوا معايا في دي، لان انا اديتها صدمه وحطيت معلقه السكر، على من تست الشوربه، وكمان زود انها تستوي بسرعه وبشكل اسرع. تمام. وادي الرز اهو زي ما انتم شايفين، خرجناه من الفرن حاجه كده من الاخر، سكر فاخر، حاجه من الاخر يعني. ايه، والرز كان مستوي وطعمه بالزبده باللبن حاجه تانية خالص بجد، ولا اروع حاجه كده. طعمها بصراحه كان جميل جدا جدا جدا. جربي طريقتي دي واولادك هيحبوها جدا جدا، واعتمدي الطريقه بتاعتي دي، مش هتبطليها خالص خالص خالص. وبرضو لسه شايفاكي وانتي لسه برضو ما عملتيش اللايك الحلو بتاعك، وانا مستنيه منك يا حبيبه قلبي، عشان دون بيزود نسبه المشاهده بتاعته، وشير الفيديو اكتر واكتر. وادي اهو بقى بعد ما خلصت، ادي البسله باللحمه وطبق شوربه، وادي الرز بعد ما غرفته، وادي هون انا عايزه اوريك الرز، شوف كان عامل ازاي. وادي انا بقول لكم غدايا النهارده، وبحبكم في الله كتير قوي. ولو وصلت معايا لغايه هنا، مستنيه اللايك الحلو بتاعك والشير كتير كتير، وادي لاصحابك الفيديو عشان يعملوا زيك. وبحبكم في الله كتير قوي، وباي احلى متابعين في الدنيا.